السلام عليكم. اخباركم ايه؟ انا امبارح الصبح عملت فيديو بيوضح لكم حاجه مهمه، بيوضح لكم حاله يأس عندي من مباراه امبارح. يعني انا امبارح الصبح عامل فيديو عن تغيير مدرب الزمالك، قال لك تجيب طارق مصطفى واحمد مجدي على انك في لعيبه ما تلعبش كوره خالص في الزمالك. انا قبل ما انسى اي حاجه، امبارح اهم لقطه في المباراه مش ان الزمالك يخرج من بطوله او ان زيزو يتشتم او لا 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 لا. هديكم مثل للعيب كوره يستحق ان هو يلعب في الزمالك، وهو مش المستوى يعني العالمي، بس هو راجل واحد بيحب الكوره، بيحب شغله. اتنين بيحب النادي اللي بيلعب له. انا ما اعرفش اذا كان اصله زملكاوي ولا لا، لكن اللقطه جت مؤثره جدا. محمد شحاته اي ماتش بيخرج من المباراه، لا لاحظوا يعني اللي بيحبه واللي ما بيحبوش عادي جدا يعني، بس في نقطه نتفق عليها يعني. محمد شحاته بيخرج كل مباراه وشه احمر. الواد يعني ايه، بيجري بيجي له 15 16 كيلو في الماتش يعني. امبارح اللقطه جت عليه وشه بيبكي، وهو الوحيد اللي موجود يمكن لسه في الملعب. لعيبه الزمالك يعني كانوا زعلانين وكده، بس انت عشان تحقق نتيجه يعني. اي نتائج في الدنيا يا جماعه مترتبه على ما سبقها يعني انت مثلا ايه، عندك اداره كويسه ومدربين كويسين ولاعيبه كويسين بتجتهد في الملعب، واللعيبه دي متركبه مع بعض كويس، فالنتائج بتيجي لصالحك. مفيش شك يعني. دي مقدمة أنا حبيت أبدأ يعني أقول شكرًا لمحمد شحاتة. بيتكلموا عن إن الونش هيروح الأهلي. طيب يعني أنا خلاص بقت عندي، ما بقيتش أصدق حاجة اسمها إيه الانتماء والفانيلا والكلام الفاضي ده. بس هو تحديدًا الونش يعني أوكي، يعني في النهاية برضه إحنا ناس بنعرف ربنا يعني. فتحديدًا الونش الزمالك بقى له سنتين بيدفع لك مرتبك، وأنت عندك يعني رباط صليبي. وأنا ما أعرفش إذا كان الكلام صح والّا غلط، بس هو خلاص بقت أي معلومة بتيجي بتتأكد بعد كده. فلو الونش رايح الأهلي، أنا شخصيًا ما ازعلش عليه بتعريفة يعني. يعني وغير كده مش هاتكلم على مستواه، لأن الونش بالنسبة لي يعني حاجة كويسة، بس هو في النهاية لو أنت رُحت الأهلي مع ألف سلامة. يعني أنت واحد اللي ما لوش خير في ده هيبقى ليه خير في ده، يا ريت روح الأهلي. حسام عبد المجيد أنا لو منه أروح الأهلي. أنا لو من حسام عبد المجيد، أنا إيهاب زملكاوي اكتر من اي حد فيكم، انا لو منه اروح الاهلي. لان ما هو مثلا من مصايب الاداره ايه، اذا كان في حاجه اسمها اداره يعني في الزمالك، ان واحد زي الزناري بياخد 4 مرتبات لحسام عبد المجيد. اقول لكم حاجه تانية، يعني هي من باب انا الفيديو طالع نهزر يعني نتكلم مع بعض يعني. انا مش زعلان على، يعني مش زعلان على ان الزمالك يخسر الكونفدراليه، عادي يعني مش حاجه يعني. لانه مفيش مقدمات، مفيش اسباب، مفيش نتائج يعني. هي يعني انت جايب لمراتك رز وخضار ولحمه وبتقول لها اعملي لي تورته التفاح بحبها قوي، انت تهزر. في مثل في ايطالي، مثل ايطالي جميل قوي بينطبق على الزمالك. خدوا بالكم ان انا متاثر شويه بالامثال الشعبيه، بحب الحاجات دي يعني، بالذات الثقافات المختلفه. بس ساعات تلاقي جوه ثقافه مختلفه تلاقي حاجه لايقه عليك. المثل الايطالي ده بيقول لك ايه، بيقول لك مولود مربع مش هيموت مدور. ومولود مربع هيموت مدور تبقى مصيبه. فالزمالك تقريبا مربع مش هيموت مدور. فالزمالك من زمان دايما نقول الاداره 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 الاداره. امبارح مثلا المباراه شغاله، طبعا ما فيش مدرب. يعني يعني انا بقول لك وفروا يا جماعه 80000 $80000 دول. انا عامل فيديو الصبح قبل المباراه بقول لك غير المدرب ملوش لازمه. وده معناه ان انا مش واثق في الماتش. الماتش بالنسبه لي كان صعب، كان ماتش سيراميكا صعب يعني. فانا قبل المباراه بقول لك غير المدرب، حط طارق مصطفى واحمد مجدي. زملك الزمالك، هاتوا اعملوا زملكه.
مش مهم، هيطلع يعني هيطلع عندك موسم دور خامس وسادس وسابع وتطلع في الدوري مش عارف ايه وما تخشش كنت عننا، ما انت تخش وتلعب كده، طب ايه لازمته؟ في لعيبه يا اخوانا، يعني انت مثلا لما تيجي تقول مصطفى شلبي يا اخوانا، هو ده امكانياته، يعني بص انت بتقول إيه؟ مصطفى شلبي، ما هو هو مربع مش هيموت مدور، هو مصطفى شلبي. دونجا دونجا عايز 40 مليون عشان يجدد، روح الاهلي، والاهلي مش عايزه ليه؟ وياخد مصطفى شلبي وياخد الناس الجامده دي. ف الزمالك محتاج ثوره. يعني ايه ثوره؟ محتاج ناس جريئه. نصيحه على الماشي، في ناس شاطره ما بتعرفش تتكلم. يعني مثلا في واحد شاطر قوي 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 بس ما بيعرفش يتكلم، كابتن ميدو مثلا. انا ما عنديش شك انه بيحب الزمالك، هو ساب الزمالك قبل كده ومشي يعني، بس انا يعني ماشي، هو الراجل بيحب الزمالك ومتطوع لعمل الخير وبتاع. يا كابتن ازاي تطلع تقول معايا شيكات في جيبي وهروح اشتري؟ يعني ده لو بجد، هو مش بجد، يعني ده لو بجد، انا لو فرضت معاك بجد وفي واحد عاقل يبلغ الفريق اللي قدامه انا هعمل واعمل واعمل، ده مش عقل اصلا، ده مش ده غير ان هو مش موجود اصلا يعني. وبعدين لما يطلع ايه من الاسامي اللي الكابتن ميدو بيتكلم معاه لمجرد ان احنا ناخد اي حد من الاهلي، ياسر ابراهيم يا راجل، هي ناقصه هو ياسر ما احنا جبنا ياسر حمد المعلومه بس ياسر حمد ده واخد مرتب حسام عبد المجيد اللي انتوا ممكن تزعلوا منه لو راح الاهلي. ياسر حمد ده ما لعبش، ما شفتوه، ما اعرفش شكله ايه، واخد مرتب حسام عبد المجيد 30 سنه في 4 شهور. فانت بتتكلم في ايه؟ اصل انت في النهايه بتتكلم في ايه؟ انت عندك مثلا مدرب شايف ان بنتايج ما يلعبش ماتش امبارح، وشايف ان انت تلعب من غير واحد بيلعب في ناحيه اليمين، مع ان انت مثلا يعني في ناس هتزعل، بس محمد عاطف ده انتوا ليه موتوه كده يا جدعان؟ يعني ليه الواد ده لعب، انا شفته 3 ماتشات، لعب ماتشين كويس وماتش وحش، فخلاص. طب ما انتوا صابرين على مصطفى شلبي بقالكوا قرنين دلوقتي. هو مشكله الزمالك كبيره، مش صغيره يعني، عمليه جراحيه، ده مشكله كبيره. الاداره، اي اداره محترمه، اي اداره محترمه تتحط في المواقف اللي احنا فيها دي بتستقيل. غالبا مش هيستقيلوا النهارده، والمتوقع ان احنا طبعا يعني خلينا بس ايه بربع جنيه واقعيه، ان احنا نتغلب جامد من بيراميدز، يعني ناخد على وشنا. يعني انا اتمنى مثلا كابتن بيسيرو يطبق نظريته المعروفه، يلعب ب 12 لعيب ورا وتعادل، يا ريت. يعني الماتش ده انا بقول لك كم انا مصيبه سوداء بقى لو ايه، لو غير الخطط بقى فتح الدنيا بقى، وعشان احنا ما هو انت تحس كده الفيديو ماشي ايه مقطع، مش عارف، انا مش عارف اقول ايه في الفيديو. عادي عادي اللي بيحصل ده عادي ومتوقع، وكل المقدمات كانت بتقول كده. حظنا كان كويس ان احنا يعني وصلنا نهائي كاس، حظنا كويس ان احنا كملنا في الكونفدراليه. اللي جاي صعب. بصوا انا هقول لكم حاجه قبل ما انهي، يعني حته بارقه امل كده. في عندنا مرضين، 2 امراض حضرتك. في حاجه اسمها سوء تغذيه قد تؤدي الى الوفاه. الزمالك عنده سوء تغذيه، عنده مشاكل في التغذيه. وفي مرض تاني وحش قوي برضه ممكن يؤدي للوفاه، اسمه التخمه. الاهلي عنده تخمه. الاهلي ما عندوش مشاكل ماديه نهائي، وهو يقدر يشتري اي لعيبه، بس هو بيحط ناس كتير في حته واحده. يعني كابتن بيو بيعمل ايه؟ عمال يعمل كده، يحط في يلا 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 يا ابني يلا 30 40 خد. عندهم رؤوس اموال كبيره. اصل انت خد بالك، انت مثلا بتتكلم على ايه؟ انت في الزمالك بتقول استاذ ممدوح عباس او عيله العدل او الجنايني او ان كل الناس دي طبعا مع كامل احترامنا يعني. بس انا لما اجي اقول لك الحاج ابراهيم الهرجاني خلاص الدنيا، سياده المستشار تركي آل شيخ بيقدروا يعملوا اللي هم عايزينه. المشكله كلها ان الاهلي الحقيقه يعني كان ممكن يبقى احسن من كده بكتير.
بس هو في شويه مكر سيء، اللي هو ايه، انا عايز ادمرك وابقى كويس. لا يا عم، انت خليك كويس، كده كده الزمالك يعني واقع، مش فالاهلي يهتم ان هو يدمر الزمالك. اصل انت ما تقنعنيش ابدا يعني ان انت عايز 10 لعيبه من فريق واحد، ده معناه ان انت عايز تقتل الفريق ده. والعجيبه ان حتى الاداره بتاعت الزمالك ضده، يعني مدير كوره، يعني كابتن عبد الواحد السيد مثلا، ازاي انت مثلا قاعد مدير كوره مسؤول عن اللاعبين، ما تعرفش حاجه عن زيزو، ما تعرفش حاجه عن احمد فتوح، ما تعرفش حاجه عن مصطفى شلبي، ما تعرفش حاجه عنهم خالص، ما تتكلمش معاهم، اداءات زي الزفت وبتاع. هي عقده كده لابسه في بعض كده، فاهم؟ اتمنى نعدي. ماتش الكاس لا طبعا يعني، اهدوا كده ونتكلم في حاجه تانية. عيني العيال طبعا الصغيرين هيروحوا الاستاد، لان جمهور الزمالك هو ده جمهور الزمالك، هيروح الاستاد وهيملى الاستاد ويشجع ويعمل وبتاع. بس اللعيبه مفكوكه، كل واحد بيفكر في حاجه. سامع عبد المجيد فعلا بيفكر في الاهلي، الاهلي حاطط 40 مليون، فاهم؟ يعني واد بيستلف على الميكروباص عشان يروح، فاهم؟ في نادي كله يغمى. ايه يعني ايه الزمالك اللي مش لاقي ياكل عنده العاب الصالات اللي هي ما بتعملش حاجه، بتتغلب بس. ايه ده يا اخوانا؟ مفيش حد في التخطيط خالص. فهو معلش الفيديو النهارده مش لذيذ، ما تعملوش لايك الفيديو، ما توجعوش دماغكم يعني. صباح الفل.